تخيل تنزل مكان الشمس عمرها ما وصلت له، أنفاق ضيقة، ظلام تام، والصمت يخليك تسمع أنفاسك. بس المشكلة مش إنك تايه تحت الأرض، المشكلة إنك مش لوحدك، في حاجات تانية عايشة هناك متعودة على الظلام ومستنية أي حد يضيع الطريق. والأسوأ من كده إن الطريق اللي نزلت منه ممكن ما يطلعكش تاني. بنشوف راجل سايق عربية الراديو بيبوظ وبيحاول يصلحه، وبتظهر قدامه غزالة فجأة وبيفرمل في آخر لحظة، وبيبص لبعضه وبتمشي الغزالة، وفجأة بتظهر واحدة من العدم على الشباك بتاعه. بنشوف المذيعة بتتكلم عن آخر الأخبار بتاعت البحث عن المفقودين، وبتقول إنهم بدأوا يفقدوا الأمل في البحث عنهم. بتروح تعمل لقاء مع آخر فرقة إنقاذ رجعت من الكهف، لكن ما بيردش عليها وبيمشي. وبيتعصب واحد فيهم وبيمسكه صاحبه، وبيتكلم الضابط في التليفون وبيجيله خبر بيصدمه وبيمشي. بيوصل المستشفى وبيسأل الدكتور على المريضة، وبنكتشف إن الست اللي كانت في الأول واحدة من المفقودين. وبيقول للدكتور إنه اداها منوم، 5 بنات مفقودين ومحدش يعرف مكانهم. وانت بتديها منوم؟ انت هتشلني. بيرد انها كانت مهيبرة، وغير كده هي اصلا ناسية كل اللي حصل، يا دي النيلة السودا. وبيطمن عليها الضابط وبيقول له الدكتور انها كانت بتقاوم حد، وان ده باين على هدومها وضوافرها. وبيمشي الدكتور وبيدخلوا عليها، وبيكون اسمها سارة. وبتعرف الضابط نفسها جينا من قسم الشرطة. طمنيني عليكي، انا فين؟ انت في امان في المستشفى، بقالنا يومين بندور عليك انت وصحابك، رحتوا في بعثة للكهوف ومحدش فيكوا رجع. بتستغرب سارة وبتكمل جينا، تقدري تقولي لنا اللي حصل؟ انا مش فاكرة حاجة، صحابك لسه مفقودين وعايزينك تساعدينا عشان نلاقيهم. وبتوريها صورة صحابها. سارة بتسألها عن صاحبتها وايه اللي حصل، وبيمسك القائد السلسلة وبيبص عليها وبتكمل فين جيسي. وبنعرف انها بنتها اللي بتكون ماتت من سنة، وبيبان انها متلخبطة ومش فاكرة اي حاجة. وبتقول لها جينا انها ماتت، وبعدين بتقول لا وبتتعصب، فبيسيبوها وبيمشوا. وبتعيط، وبتكون الشرطة بتدور على أي حاجة توصلهم ليهم. وبيروح عند مكان مقفول بخشب، وبيقول للكلب يدخل يدور على أي حاجة، ويستنوا بره وبيتكلموا مع بعض. وبينادي على الكلب بس مفيش رد. وفجأة بيخرج الكلب جري وبيكلم القائد دان وبيقول له على اللي حصل، وبيطلب منه يجهز فريق عشان يدوروا عليهم. وبيجي الدكتور وبيتكلم معاهم عن نتيجة الفحص، وبيطلب القائد من جينا تلبسها وتجيب لها العربية. وبيمشي، وفي العربية بتكون سارة مصدومة. بيوصلوا عند مكان المنجم، وبيوصل فريق الإنقاذ، وبيبدأ الراجل يتكلم عن الكهف وعن قصته، وإن جده وصاحبه جم هنا بس ما رجعوش. وبيكون في خريطة للمنجم بس مش بيبقوا عارفين يبدأوا منين. وفي العربية بتتكلم جينا مع ابنها، وبيجي القائد وبيطلب منها تجيب سارة وتروح وراه. وبتتكلم مع سارة وبتقول لها انها لازم تساعدهم. وبيبدأوا يجهزوا عشان ينزلوا للكهف، وبيدخلوا الاسانسير وبتكون خايفة، وبينزلوا بالراحة لكنه بيعطل وبيشتغل كذا مرة لحد ما بيوصلوا ويفتحوا الباب. وبيكملوا طريقهم مشي، وبيبتدي القائد يدي اوامر لدان بطريقة واقفة، وبيرد عليه ان هو اللي بيدي الاوامر هنا. ايوه يا دان يا جامد. وبيبدأوا الرحلة العجيبة، وبيكون المنجم متهالك اصلا، تحسه هيقع فوق دماغهم. وبينزلوا من فتحة ضيقة جدا وبيكملوا طريقهم، بس الأعمدة بتطلع صوت وكأنها تنهار. وبيلاقوا باب مكتوب عليه خطر، وبيكسروه وبيدخلوا. يعني مكتوب خطر وبتدخلوا برضو؟ يلعوا على البني آدم. وبيحذرهم انهم يلمسوا اي حاجة لان ممكن المكان ينهار. بتمشي سارة وبيبان انها افتكرت حاجة، وبتشوف مخلوق غريب فبتصوت. وبيروحوا لها وبتكون بيتهيأ لها، وبيدخلوا كهف تاني وبيسألوها لو افتكرت أي حاجة. وبيفحصوا الصوت في كل الطرق لحد ما بتسمع صوت بتقول لهم إنها سمعت صوت. فبيدخلوا وبيلاقوا جثة وبيكون شكلها مرعب، وبيتخانقوا مع بعض. وبيكمل واحد من الفريق المشي في طريق ضيق، وبتحذرهم سارة إن هيتم مهاجمتهم وإنها مش هتدخل الطريق ده. وبتدخل جينا وسارة، وبيفضل دان بره. وبتفتكر سارة اللي حصل، وبيطلب منها القائد إنها تمشي، فبتضربه. وبتدخل تضرب جينا واللي معاها وبتجري، مش بيعرفوا جريت منين. وبيروح القائد وراها، وبيجي دان وبيقول لهم انهم لازم يفضلوا سوا. بيجري وراهم سارة اللي بتجري، وبيكون شكلها عارفة هي رايحة فين. وبيوصل الفريق لحتة فيها صخور من اقل حركة ممكن تقع عليهم. وبنشوف القائد بيدور عليها وبتكون استخبت، وبيشوف حاجة في الكاميرا وبيمشي ناحيتها، وبيطلع في وشه كائن غريب وبيقعوا. بسبب ده بتنهار الصخور على الفريق، وبيكون في 3 قدروا يعدوا وواحدة بتفضل بره، وبتقع الصخور على القائد. وبنشوف البنت اللي بره والصخور محوطاها من كل حتة، وبيحاول داني يتواصل معاها وبيطمنها انه هيخرجها. وبيحاول يشيل الصخور وبيكون متعصب وعاوز يخرجها بأي طريقة بس بيفشل. وبتهديه جينا، وبيتكلم مع البنت وبيسألها لو هتعرف تخرج من عندها، وبيقول لها انه هيلاقي طريقة تانية يخرجها بيها. بترد عليه انا خايفة، انا كمان خايف عليكي، بس اوعدك اني اخرجك، انا عارفة ده. وبيقول لها تعمل اي حاجة لحد ما يرجع لها.
وبتعيط، بس بتبين انها كويسة عشان ما يقلقوش، وبتنهار بعد ما بيمشوا. وبيقوم القائد وبيكمل مشي. بنرجع لسارة اللي بتشرب مية وبتغسل وشها وبتكمل طريقها في الكهف. وبتحس البنت اللي من فريق الإنقاذ بحركة، وبيفصل الكشاف وبتشغله، وبيكون في كائن غريب معدي من جنبها. وبيكمل الفريق مشي، وبيلاقي عظم حيوانات، وبينوروا المكان، وبيلاقوا كاميرا وسلسلة، وبيشوفوا فيديوز لليوم اللي قبل الحادثة. وبتكون سارة مستخبية منهم ورا صخرة كبيرة، وبيشوفوا فيديو للكائن الغريب ده وبيتخضوا، وبيلاقوه جنبهم فبيتفرقوا وبيجري كل واحد في حتة. وبيظهر الكائن جنب سارة اللي ما بتعملش أي صوت، لكن جينا بتبتدي تنادي على دان عشان ينقذها، وبيسمعها الكائن وبيكون هيروح لها. وبتظهر سارة وبتكتم بقها وبتقفل النور، وبينادي دان عليها وبيشوفهم في الكاميرا. وفجأة لو وصلت لحد هنا قول لنا رأيك في الكومنتس، ويلا اجهز عشان اللي جاي اون فاير. بينط عليه الوحش وبياكله وبيموت في مشهد مؤثر. وبتسحب سارة شنطة وبتجمع فيها الحاجة، وبتنهار جينا وبتسألها ايه ده، وبيمشوا. بيرجع الوحش عند البنت اللي قاعدة لوحدها، ولعابه بينزل على ايديها، وبتبتدي تنادي على دان، هتموتي يا غبية هتموتي. هقول ايه، الجهل بيعمل اكتر من كده. وبتكمل زعيق، وبيظهر الوحش في وشها وما بيكونش في مخرج، وبيحاول انه يدخل لها. وبتحاول انها تخرج من الصخور، وبيكون مصيرها محتوم، يا تموت بالصخور يا اما الوحش ياكلها. لكنها بتحاول وبيكون عندها اصرار، وبتتزنق بين الصخور، والوحش بيكون جاي وراها وبيمسك رجلها، لكنها بتنجح انها تطلع، وبتزق عليه الصخور وبيموت. وبنرجع لسارة اللي بتكمل طريقها، وبتعتذر لها جينا. بتمشي البنت في الكهف اكتر، وبيتفي الكشاف بتاعها، وبتلاقي الولد اللي معاها في الفريق وبتتخض، وبيحضنها وبيحذرها انها تطلع اي صوت. والقائد بيكمل طريقه، وبيكون الوحش وراه، وبتقع جثة دان عليه. وبيكمل فريق الانقاذ في طريقهم اللي بيكون مسدود، وبيضطروا يتسلقوا عشان ينقذوا نفسهم. وبيعدي الوحش من تحتهم، وبيكونوا هيقعوا. وفجأة بيتكلم القائد في اللاسلكي، وبيفضح مكانهم للوحش. يلا الله يرحمهم كانوا طيبين. وبيحاولوا يتسلقوا اكتر، وبيرموا جهاز اللاسلكي للوحش، وبيقول لها الولد ان دان مات. وبتنهار وبتضربه، وبيكملوا طريقهم، وبيلاقوا جثة متعلقة في السقف، وبيقرروا ينطوا للناحية التانية. وبتستخدم الجثة عشان توصل، بس فجأة بينط الوحش على جريك، وبيجي واحد تاني وبينط على البنت اللي بتكون متعلقة في الجثة. وبينجح الوحش انه يعض جريك، وبيطلع جريك المنشار وبيقتله. وبينط على الوحش التاني، وبيضحي بنفسه عشان ينقذ البنت اللي بتعافر عشان توصل، وبتنجح في ده. وبتصوت وبتنادي عليه، اسكتي هياكلوكي يا غبية. وفعلا بيجي الوحش وبياكلها. وبنرجع لسارة اللي بتكمل طريقها هي وجينا، وبينزلوا وبيمشوا في فتحة مليانة مية عشان يوصلوا لبر الأمان. وبتطلع جينا وبتنادي عليها وبتصوت، وبتيجي سارة تاخدها، وبيكون الطريق مسدود. وبتطلع تليفونها وبتصور فيديو لبنتها، وبتكون فقدت الأمل. وبتقول لبنتها إنها بتحبها، وبتتكلم معاها وهي بتعيط، وبتقول لها تخلي بالها من نفسها. وبترد سارة إن بنتها ميتة، وبتشجعها، وبيكملوا طريقهم. وبيكون القائد لسه ماشي في الكهف، وبيجي الوحش من وراه وبيوقعه. وبتيجي بنت تقتله، وبتحارب 2 منهم بكل شجاعة. وبنكتشف إنها جونو أحد المفقودين، وبيقول لها إنه هنا لمساعدتها، وإن سارة معاه. وبتاخد منه الكشاف وبتمشي، وبيروح وراها. سارة بتكون في نفق ضيق جدا بتصارع عشان تخرج، وجينا وراها، لكنهم بيتفاجئوا بوحش قدامهم، وبيجروا قدام بعض. وبيجي الوحش وبتنقذها سارة، وبيقعوا في المية. وبتحاول سارة بكل الطرق إنها تقتله، وبيطلع مرة تانية ويهجم على سارة، وبتقتله جينا. وبتكمل جونو والقائد طريقهم، وبيكون في وحش قدامهم فبتسكته، وبيعدي الوحش من جنبهم وبيمشي. وبتسمع صوت واحد تاني وبيسألها دول ايه، وبتقوله انه الموت. وبتتكلم سارة وجينا عن صحابها وعن سبب وجودهم هنا، وهل ماتوا كلهم ولا لا. وبتقول لها ان جونو هي اللي جابتهم هنا، وانها كانت على علاقة مع جوزها، وانهم اخر 2 اتبقوا. وعشان سارة تعرف تهرب اضطرت تأذيها. وبيكملوا ماشي، وفجأة بتظهر جونو، واول ما بتشوفها سارة بتضربها، وبينزلوا ضرب في بعض. وبتكون جونو هتقتلها، فبتتكلم جينا معاها وبتقول لها ان سارة هي اللي جابتهم هنا عشان ينقذوها، وبالفعل مش بتقتلها. وبتقول لهم انها عارفة مكان الخروج، وان المكان ده هو اللي بياكلوا فيه الوحوش. وبتعرضها جينا وبتقول لها لو عايزة تعيشي يبقى السكوت هو سلاحك، تعالوا ورايا. بترد سارة انت ازاي هنا رغم انك عارفة طريق الخروج. فبتقول لها انها معهاش اي معدات ولا كشافات. بيتكلم القائد انهم لازم يروحوا ورا جونو، وبتعترض سارة فبيكلبشها في ايده. وبتدخل جينا فبيسكتها، وبيتحركوا وبيوصلوا لصخور، وبيعدوا واحد ورا واحد. وبتقول للقائد انهم لازم يخلوا بالهم. وبيقع القائد وبيكون متعلق بسبب الكلبش اللي في ايد سارة. وبتحاول الضابط تساعدها، وبتطلب من جونو المساعدة، لكنها بتاخد الشنطة منها. وبتعيط سارة، وبيحاولوا يسحبوه. وبتدخل جونو وبتطلب الفاس بتاعها، وبتقول لجينا تقطع ايد القائد.
وبيجوا الوحوش على الصوت وبياكلوه، وبتنجح انها تقطع ايده وبيقع هو والوحوش لتحت، وبتتصدم من اللي عملته وبتقوم، وبيكملوا مشي في طريقهم وبيوصلوا للمكان اللي الوحوش بتاكل فيه، وبيعدوا وسطهم وسط العظم وحرفيا بيمشوا على طراطيف صوابعهم. وبيجي واحد من المخرج ومعاه غزالة وبيكملوا مشي، وفجأة جثة بتمسك رجل جونو فبتصوت، وبيتلم الوحوش عليهم وبيحاربوهم بكل قوتهم. غريزة البقاء بقى وما بيرضوش يمشوا من غير جونو، وبتحاول سارة تنقذها لكن الوحش بيكون نجح انه يقتلها، وبتقوم تاني وبتقتله وبتحضنها سارة وبتعتذر لها جونو وبتموت، وبتترجاها جينا عشان يمشوا وبتلف لكنها بتتفاجئ بوحوش اكتر وراها. وبتبص سارة بتلاقي وحوش في كل مكان، فبتبص لهم وبيبان انها ناوية على حاجة، وبتصوت وبتضحي بنفسها عشان جينا تعيش وتوصل لبنتها. واخيرا بتوصل للسطح وبتجري في الغابة بأقصى سرعة وبتسند على شجرة وبتطلع تليفونها، وأول ما بتلف بيضربها الراجل اللي في أول الفيلم وبيسحبها للحفرة تاني وبيسيبها. دي نهاية فيلمنا النهاردة، ولو حبيت الفيديو قول لنا رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وفولو عشان يوصل لك كل جديد. سلام.